ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بيتزا وبطريقه سهله وبسيطه. عملنا حمام كداب، عملنا حاجات كتيره، سمك كداب، عملنا حاجات كتيره كدابه. والنهارده البيتزا والكداب ده يعني مع احترامي للناس في الصعيد، في اهل الصعيد، انا ده يعني بعمله بطريقة سهلة، يعني تقدر تاكل بالتو، بس مش زي اللي بتاعت الصعيد يعني واللي بيعملوه والمتمكنين منه. بس فكرته بسيطة خالص، ان انا بسهل لك كل حاجة. يعني انا فكرة القناة بتاعتي ان انا ببسط كل حاجة، يعني حتى البتاو نقدر نعمله بس بطريقة سهلة. يعني فكرة ايه يا بنات؟ فكرة ان انا اقدر اوصل لك اي فكرة، اي طريقة، اي وصفة نفسك فيها، او اي طريقة نفسك فيها تقدر تعمليها. مش لازم زي الطريقة الاصلية بالظبط، بس ايه، حاجة شبيهة ليها. يعني احنا البتاو النهاردة شبيه للبتاو الصعيدي. يعني فكرته بسيطة خالص، تقدر تقومي دلوقتي تعمليه بطريقة سهلة. عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوباية دقيق قمح، كوباية دقيق قمح، او ممكن السن بتاع القمح ممكن تعمل بيه برضو، بيطلع لذيذ. يعني كوباية دقيق قمح، كوباية دقيق ذرة، دقيق ذرة اصفر، بيتباع عند العطار، كله ده بيتباع عند العطار. كوبايتين في دقيق فينو، الفينو علشان يديني يربط العجينة كلها مع بعضها. يبقى هنا كوبايتين دقيق فينو، كوباية دقيق ذرة اصفر، وفي دقيق ابيض، يعني دقيق ذرة ابيض براحتكم اللي تحبوه تحطوه. انا دقيق اصفر ده. ودي كوبايه دقيق قمح. هنعمل ايه؟ هنحط لهم معلقه حلبه. حلبه بتتباع عند العطار مطحونه، بصوا، حلبه مطحونه، معلقه صغيره حلبه مطحونه. ماشي، بالتو يعني، مش نص معلقه ملح صغير. احنا لازم عشان نجلد البتاو لازم نعمل ايه بالظبط، فاهمين؟ هنحط الميه وهنعجن العجينه بتاعتنا لغايه ما تلم معانا. طريقه البتاو الاصليه بيبقى طري، يبقى العجينه ملمسها طري كده. البتاو علشان هما بيروحوها على البتاع اللي بيعملوا بيها، بينططوا بيها دي. ماشي، لكن احنا ما عندناش امكانيات الحاجات دي، فهنعمل ايه؟ هنعمل مش طري ومش تخين قوي، يعني ماسك نفسه، علشان مش هنعرف ننطط ولا نعمل زي ما هما بيعملوا. فاحنا هنعمل حاجة شبيهة ليه، شبيهة للبتاو نفسه. الحلبة بنحطها ليه يا بنات؟ عشان تدي عرج مع دقيق الذرة. في ناس بتعمل بدقيق شامي، ممكن تعمل بدل دقيق الذرة تحط دقيق شامي براحتك، كوباية دقيق شامي. العجينة بتاعتنا ما تبقاش طرية وما تبقاش ناشفة قوي. نحط شوية صغيرين مية لغاية ما العجينة بتاعتي تلم معايا. لكن بالتو الاصلي ما يبقاش ماسك نفسه، بيبقى طري، بيبقى زي العيش المنطط ده المصري. ده بالتو الاصلي، يعني فاهمين؟ تبقى عجينته طريه. لكن احنا عجينتنا النهارده هتبقى ماسكه نفسها، بس هيبقى بالتو برضو. نسميه بالتو كداب، زي الحمام الكداب، هي حاجه كدابه بنعملها. اللي يسمع الفيديو ما يتريقش علينا يا بنات، علشان انا بحاول ابسط لكم كل حاجه. فيه حد كتب لي وعايز طريقه بالتو، بس مش الطريقه، يعني عايز حاجه سهله ويعمل بيها بالتو. قلت لها حاضر، هعمل لك طريقه سهله. انا اساسا القناه بتاعتي بنعمل فيها ايه؟ بنبسط كل حاجه، اي فكره بنعملها بطريقه سهله بنبسطها. مفيش حاجه انك ما تقدريش تعمليها، كل حاجه تصير يعني سهله بسيطه، تقدر تعمل اي فكره علشان بيسهلك منه الطبخ. هاي بصوا، العجينه تبقى كده ملمسها كده، تبقى ملزقه بسيط كده، شايفين؟ ملمسها كده ماشي. لكن البتاو الاصلي
ما يبقاش ماسك نفسه كده، بيبقى طري عن كده، علشان هما بينططوه وبيوسعوه. لكن احنا ولا هننطط ولا هنوسع ولا هنعمل، هنفرده بس. هنسيبها ترتاح 10 دقايق وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه مع بعض في البتاو اللذيذ بتاعنا ده. خليكوا شطار خالص وتعملوا بتاو في منتهى الجمال. هنسيبها 10 دقايق ترتاح وبعد كده نرجع مع بعض، او 5 دقايق. يعني بدأت ملمسها هيبقى كده زي كده، بصوا ملمسها هيبقى كده معاكي ماشي. شايفين ملمسها هيبقى كده. هنسيبها يا بنات 10 دقايق، هغطيها بكيس ترتاح 10 دقايق او 5 دقايق. بعد كده نرجع مع بعض عشان تفرد معايا كويس. ممكن نقطعها ونشكلها، يعني نعملها كور صغنن على حسب الجريلا او الطاسه بتاعتك اللي هتعمل بيها. انا هعملها على طاسه تيفال او جريلا، اي حاجه تعملي فيها ماشي. ممكن تقطعيها على الحجم اللي انت هتعمليه، حجم صغير. انا اقطعها اشوفها تجمع معايا كام كوره، وبعد كده هسيبها علشان كل ما تعملي كده هتفرد معاكي احسن وما تتعملش منك، يعني ما تبقاش تخينه. احنا لما بنفردها مش عايزينها تبقى تخينه. انا الجريل بتاعتي مش كبيره قوي، فانا هعملها صغير. طبعا في الصعيد بيعملوها قطعه كبيره كده ويفضلوا ينطط فيها لغايه ما توسع وتبقى كبيره خالص، ويعملوها وتبقى لذيذه. بس احنا كده بنجلدهم وبنعمل برضو بتاو زيهم. يعني مفيش حاجه اسمها ما تعرفيش تعملي حاجه، كل حاجه سهله، كل حاجه تتعمل بمنتهى السهوله. هقطعهم كده كور على الحجم اللي انا عايزاه واللي هقدر افرد عليه الجريل بتاعتي. بنات جمع معايا 10 كور، 10 كور على حسب الطاسه بتاعتك ماشي. هغطيهم بكيس وهسيبهم يرتاحوا من 10 دقايق ل5 دقايق ماشي. وبعد كده هنفردهم مع بعض نشوف هنعمل ايه يا حبايبي مع بعض. سيبنا العجينه بتاعتنا يا بنات ترتاح 5 دقايق، من 5 دقايق ل10 دقايق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب في دقيق فينو وهرش رشه كده، هفرد العجين بتاعي. انا حتى في الوقت ده حتى الجريل بتاعتي على النار. شايفين العجينه بتاعتي بقت مرنه ازاي، طريه ازاي كده معايا. رش رشه بسيطه كده عشان ما يلزقش معايا. نفردها نوسعها. حاطين الطاسه او الجريل بتاعتنا على النار ونفرد لغايه ما نوسع العجينه بتاعتنا ماشي. طبعا هي مش هتتفرد معايا مره واحده، افردها كده اوسعها شويه واسيبها على جنب كده، واجيب واحده تاني لغايه ما اوسعها خالص. انا ريحت العجينه بتاعتي، فالعجينه بتاعتي مرتاحه معايا وكويسه خالص. فاحنا نفردها نص فرده وبعد كده نفرد التانية لغايه لو لقيتيها متلزق معاكي ترشي رشه دقيق فينو. بس نركنها. اعمل واحده تاني بعد كده اخلص الكميه وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. هعمل كام واحده بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم، بس ابقى عارفه اول واحده من اخر واحده علشان عارفه اللي هعملها في الاول ماشي. ارش رشه دقيق كده على الترابيزه بتاعتي عشان ما يلزقش بس معايا، واحط اول واحده كده والتانيه بعديها، بس عشان ابقى عارفاهم بالترتيب واعمل في دي. وافرد دي كده
زي ما وريتكم. لو لقيتوها بتلزق رش رشه دقيق تاني فرطوها. احنا بنوسعها دلوقتي بس، وبعد كده لسه مفردناش الفرده اللي احنا عايزينها. ماشي، هعمل كم واحده بنفس الطريقه وبعد كده ارجع لكم. اهي يا بنات انا عملت 5 وحدات، عملت يعني نص المكيال اللي معايا، نص العجينه، فردت 5 وحدات. لما اخلصهم افرد التانية. دي اول واحده عملناها، بعرفه ايه اللي انا عملته في الاول وفي الاخر علشان تفرد معايا، عشان كل اللي احنا بنسيبها اكتر بتفرد اكتر معايا. شايفين بتفرد ازاي؟ حاطين الجريل بتاعتنا او الطاسه على النار، رش رشه دقيق كل ما تلزق معاكي، رش رشه دقيق. شايفين؟ لازم نفردها تبقى رقيقه خالص. لازم الجوانب يا بنات او الحواف بتاعتنا لازم تبقى مفروده خالص، مش نفرد في النص والجوانب بتاعتنا متبقاش مفروده. بس كده انا على قد الجريل بتاعتي او الطاسه بتاعتي اللي انا هحطها فيها. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض ونحطها ازاي. اهي يا بنات الطاسه بتاعتي بصوا مطلعه دخان ازاي. هنحط فيها البتاع دي بتاعتنا، البتاو بتاعنا، نفردها. ما تخليش ناحيه متنيه فيها، كلها تبقى مفروده على قد الطاسه او الجريل بتاعتك. مخليش ناحيه متنيه. هي اول واحده لما هي سخنه بتتعامل معايا على طول. لو انت عايزاه طري تخليش يحمر، لو عايزاه طري. لو عايزه تنشفيه خليه يحمر شويه. لو عايزه تاكليه طري كده كليه عادي طري، بس انا هسيبها تحمر علشان تنشف. انت عايزاها طريه تطلعها بالشكل ده، اول ما تدي اللون ده تطلعيها. شايفين كده؟ لو انت عايز تاكليها تاكله بالتو طري، في ناس بتحب تاكله بالتو طري، لكن انا هسيبها تحمر كده وتبقى مجرمش يعني. نفرد كل التانيات. ريحتها جميلة، ريحة بالتو. تعالوا نسيبها ونروح نفرد واحدة تاني عبالة ما دي تدي اللون الأحمر. ابتدت تطلع بكاليل كده، ده دليل على العجينة بتاعتنا ناجحة. كده نفرد واحدة تاني معانا. طريقة سهلة، شفتوا سهلة ازاي؟ عايزينها تبقى طرية تخلوها بيضة، عايزينها تبقى مقرمشة يعني محمصة تخلوها لونها احمر زي ما انا هوريكم. بس اهم حاجة نفردها رقيق، نفرد على قد الطاسة بتاعتنا. عشان كده انا مصغراهم يا بنات، عاملاهم على قد الطاسة. يبقى عملنا بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة على البوتاجاز من فوق، من غير فرن من غير اي حاجة. تقدر تعمل بيتزا في اي وقت، اي حاجة تتني منك افرديها عادي. يبقى نفرد زي ما وريتكم كده ونحطه في الطاسه تبقى سخنه، ميبقاش فيها زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. احنا ما حطيناش فيها اي اضافات، مفيهاش اي حاجه. اهم حاجه نركز على الجوانب كده، على الحواف دي يا بنات، مش نعمل في النص بس. الجوانب دي لازم تبقى رقيقه، متبقاش تخينه.
عايزه تاكليه طري تخليها ابيض، عايزه تحمصيه براحتك. تعالي نشوف. عاد فردناها تنشف التاني عمل ايه يا بنات. بصوا ابتدي لونها، احنا عايزينها لون ذهبي زي كده عشان تبقى مجرمشه. هي مش بتبقى ناشفه قوي، واحنا بنسيبها في الهواء بتنشف يعني، عشان ده مش فرن. لكن احنا لو عايزينها طريه بناكلها طريه يعني. هخلي لكم كام واحده طراي برضه اوريهم لكم، يعني هخلي لكم الناشف واخلي لكم الطري، وشوفوا اللي انت يريحكم واعملوه. وتعالى نلفها كده. انا عايزاها لونها احمر، لسه هسيبها شويه تاني. شايفين عملنا البتاو ازاي سهل وبسيط، ولا نططنا ولا عملنا اي حاجه. طريقه في منتهى الجمال، سهله خالص وبسيطه. انا بسهل لكم كل حاجه علشان ايه ما تستصعبوش الامور. اي حاجه تبقى سهله قدامكم تقدروا تعملوها في اي وقت. الفكره البتاو ده بيبقى لذيذ، احسن من عيش المخبز واحسن من كل حاجه للناس اللي بتحبه يعني. بس كده. انا هخلي لونها الاحمر زي كده، زي اللون ده، واطلعها وراح اجيب التاني. هيا بنات انا اسفه. هيا بنات بس كده هشيلها احط التاني. هيا بنات انا فردت التانية بكانها بعد ما شلنا ديكها. حطينا دي، هعمل كله بنفس الطريقه وبعد كده ارجع لكم. لو عايزينها طريه قلت لكم خلوها بيضه يعني. بصوا نديها اللون كده وبعد كده نقلبها، وبعد كده خلاص اول ما تدي اللون الاصفر ده يبقى كده خلاص ونشيلها يعني، تاخد لون تاني ونروح شايلينها على طول. ماشي. انا هعمل كام واحده كده. بصوا ابتدت تنفخ ازاي. شايفين ابتدت تنفخ ازاي. بصوا الهواء اللي فقيع الهواء دي دليل ان البتاو بتاعي سليم والعجينه كويسه يعني، العجينه بتاعته كويس. فاهمين؟ الكشكشه دي علشان ما اتفردتش كويس، دي طلعت كبيره عن الطاسه اللي انا حطاها. بس كده هي كده دي استوت. كملت اللون الابيض ده يبقى كده استوت. كده لو عايزينها طريه بنطلعها وهي بالشكل ده. ماشي. هروح اجيب كام واحده تاني افردهم بنفس الطريقه، ولما اخلصهم كلهم هرجع لكم. بنات الحلاوه بصوا الجمال يعني، من غير فرن من غير حاجه حمرناها. وبصوا خلينا شكلها ازاي بتنشف في ثانيه. يلا بينا نجيب التانية. اي بنات البتاو اللي احنا عملناه بصوا منتهى الجمال ازاي. عملناه على البوتاجاز من فوق. بصوا لو انت عايزاه مقرمش اول ما تسيبيه في الهواء بينشف على طول يعني. احنا بنعمله وبنسيبه في الهواء. بصوا منتهى الجمال على البوتاجاز من فوق. عملنا احلى بتاو هتاكلوه. وهنا لو انت عايزاه طري، لو عايزاه طري خليه طري زي كده. ماشي. لو عايزاه طري تخليه طري زي كده، تحمريه حاجه بسيطه وتجيبي فوطه وتحطيه وتغطيه في الفوطه يفضل طري. لو انت عايزه تاكليه طري اعمليه طري زي كده. بصوا طري ازاي. ماشي. ده لو عايزاه طري. عايزاه ناشف اعمليه ناشف زي اللي انا وريتهولك ده. بصوا هو لسه هينشف تاني في الهواء، احنا سايباه في الهواء هينشف. عملناه على البوتاجاز من فوق احلى بيتزا وهتعمليه وتاكليه. اتمنى تشتركوا في القناه، واتمنى يكون ده خفيف عليكم، يكون فدتكم في حاجات بسيطه النهارده. اللي عايز اي طريقه اي مقادير يكتب لي وانا اعملها له. بالتو طري عملنا، بالتو ناشف عملنا، كل حاجه عملناها. باي يا حبايبي، اشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بكم ليكم. احلى بالتو وتاكلوا.